ضيعت نفسها ودخلت في السياسة. هند صبري: الناس نسيوا تاريخها الفني وعايزين يمنعوها من التمثيل. دعوات بترحيل وسحب الجنسية بعد دعم كافلة إنسانية متجهة إلى غزة. وسط تباين ردود الأفعال مطالبة بترحيلها من مصر، أثار رد فعل الفنانة هند صبري لقافلة الصمود الإنسانية المتجهة إلى غزة مواجهة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى موقف تضامن إنسانيا وآخرين طالبوا مغادرتها البلاد على خلفية ما اعتبروه تجاوزا للموقف الرسمي المصري، ومنهم الدكتور أشرف صبري والد الفنانة هند صبري من أوائل المنتقدين، حيث نشر تدوينة على الفيس ودعا فيها إلى شطب هند صبري من نقابة المهن التمثيلية، معتبرا أن دعمها للمبادرة يتعارض مع الثوابت المصرية وداعيا إلى ترحيلها إلى بلادها. بينما لقت الفنانة هند صبري تأييد من المخرج أمير رمسيس الذي عبر عن ثقته في حب الفنانة لمصر. والناقد طارق الشناوي كتب منشور وصف فيه ما تتعرض له بمحاولة اغتيال معنوي، داعيا إلى موقف رسمي من نقابة الممثلين. المخرج يسري نصر الله قال إنها تواجه نوع من الضغط المعنوي، وإنها دايما ما عبرت عن مشاعر إيجابية